أنت الذي أمامك ما دام لم يظهر ما في قلبه لا تحاسبه، لا تحاسبه، لكن إذا أظهر حاسبه. كيف نأخذها من الآية؟ الله عز وجل كان يعلم، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعلم السر وأخفى، أن إبليس لما خلق الله أبانا آدم وقبل أن تسجد الملائكة له دخل في جسد إبليس الكبر والحسد لأبينا آدم، يعلم الله ذلك ووقع بقدره الكوني، ومع ذلك لم يحاسب إبليس عليه. فلما أمرهم بالسجود وامتنع إبليس وقال الله عز وجل له، سأله لما لم تسجد؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هنا حسبه الله لما أظهر ما في قلبه، قال اخرج منها مذءوما مدحورا، قال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وذكر الله عز وجل له لما قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب. فذكر الله عز وجل 5 أوامر أفعال لإبليس على سبيل التهديد والتحقير، لا على سبيل التعبد، لا على سبيل المطالبة بالتعبد. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب، هذه الثالثة، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، هذه الثالثة، وشاركهم في الأموال والأولاد، هذه الرابعة، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، 5.